السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده حاجه بسيطه وسهله ونفرح اولادنا بيها. عندنا جيلي فراوله وعندنا موز. قطعنا الموز وادي جيلي الفراوله عملناه على النار وجهز دلوقتي. طبعا حطيته معاكم وجمد في التلاجة 3 ساعات تقريبا. هبتدي ادوقه معاكم، طعم جميل جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. ومع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفتة المصرية جمالها يا سلام عليها. جبت حتة لحمة حلوة زي ما انتوا شايفين كده. انا هعملها بحالها وبعد ما اخلص اقطعها. حطيت شوية زيت في الحلة وبشوحها. هبتدي اشوحها كويس. قطعت بصل، ودي التوم، فص واحد بس كان كبير شوية. بحط البصل، بحط التوم، حطيت فلفل اسمر. حطي التوابل بقى اللي انت عاوزاها. حطيت ميه مغليه، دي نص معلقه سكر. هنعمل دقيق التوم. جبت توم وعملته في حته سمنه وحطيت الخل. وبعد الخل حطيت الطماطم زي ما انتم شايفين، عصير الطماطم، فلفل اسمر، وحطيت سكر برضو. اي صلصه بحط عليها سكر وقرفه. حطيت سكر وقرفه وبقلب كويس. جبت العيش، طبعا احنا بنجيب العيش متحمص جاهز. بحمره زي ما انتوا شايفين، وبعدين بحط الرز بسقيه زي ما انتوا شايفين كده شوربه. وقطعت اللحمه وحمرتها. الاكل كان طعمه حلو جدا وريحته مش قادره اقول لكم. يا ريت ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم. ومع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ سلطه الحاتي وجمالها. حطينا المكونات كده فوق بعض، حطيناها فوق السلطه وبندوق السلطه. الله على الجمال. عملنا سلطه طحينه، ادي طحينه وزيت وخل وملح وكمون، وزيناها بالكمون والشطه وسلام. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع وصفه جديده من وصفات روز بارادايس. عندي حمام غسلته بميه وملح وخل وليمون. غسلته كويس قوي ونقعته وخليت الجلد. وطبعا عندي التوابل. بحط جبت بصلايه متوسطه بشرتها وطماطمايه بشرتها، بحطهم على بعض. وطبعا التوابل ملح وفلفل اسمر وبابريكا، اي توابل بقى انت عايزه تحطيها. ممكن تحطي سنه قرفه زي ما انت عايزه. بتقلبي كده، بتجيبي الحمام وبتتبليه. التتبيله دي بتديله طعم حلو جدا يا جماعه، غير لما بتعمليه على طول. بتتبليه وبتحشي ما بين الجلد كده وبتسيبيه ساعه. بجيب حله على النار، بحط فيها حته سمنه كبيره،
بحط بصلايه كبيره مبشوره، بقلب البصلايه لما تصفر شويه. طبعا انا عندي الكبد والقوانص غسلتها ونضفتها كويس جدا، وبقطعها وبشوحها زي ما انتوا شايفين كده. دي كوبايه رز كبيره مغسوله ومصفياها، بحطها كده. في ناس بتحبه بالفريك، انا عندي اولادي مش بيحبوه بالفريك، لكن بالفريك برضو بيبقى طعمه جميل جدا. بحط ملح، فلفل اسمر، بقلبه كويس. بحط نص كوبايه ميه، انا عايزاه يبقى نص سوا. ببتدي ان انا احشي الحمام. طبعا مش بحشيه مش بحشي الحمام يعني بترسه كده بدفسه، لا بسيب مثلا 3/4، يعني بحشي 3/4 وبسيب ربع مثلا علشان الرز بيزيد. وبقفله كده، بحط رجل كده ورجل كده، وبحشي من الرقبة برضو. بجيب حلة فيها مية على النار، وبحط فيها بصلة مقطعها 3 أو 4، فلفل أسمر مكعب مرقة، عندك ورق لورا حطي، عندك حطيت حبهان، عندك جزر، عندك طماطم، زي ما انت عايزة تتبليها. بحط الحمام على ظهره، ما تحطوش على وشه، على ظهره يا جماعة، ما يخلوهوش يتفتح، ما يخلوهوش يفرقع خالص. وطبعا انا طلعت الحمام وحمرته، وزي ما انتم شايفين كان صغير وكبر ازاي، طعمه كان جميل جدا. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة هناخد وصفة جديدة من وصفات روز بارادايس. ايه رأيكم في الوصفة دي؟ صينية بصراحة يعني طعمها حلو جدا واختراع. يلا نشوف الطريقة. طعمها لذيذ جدا. كان عندي كيلو كوسة وكنتش عارفة اعمل فيه ايه، قطعته بالشكل ده. طبعا غسلته كويس جدا، قطعته من غير ما اقشره ولا حاجة. بجيب حلة على النار وبحط فيها زيت او سمنة، بحط الكوسة وبحط ملح وفلفل، بفضل ارجها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا عملت البشاميل معاكم قبل كده، وهحط لكم الطريقة في صندوق الوصف. عملت البشاميل، بجيب الصينية، وطبعا عملت العصاج معاكم. هجيب الصينية بدهنها مادة دهنية، برص الكوسة كده. طبعا الكوسة كانت شوية، طبعا انا كل مرة بعمل يعني حوالي 2 كيلو او كيلو ونص. المرة دي كان كيلو واحد، فكانت شوية. بس عايزة اقول لكم الوصفة دي لكل اللي مش بيحب الكوسة هيحبها، يعني هتعوزي ان انت تعمليها كل يوم، مش هتزهقي من عمايلها ابدا. حطيت رقة لحمة مفرومة ورقة كوسة، وغطيتها بالبشاميل زي ما انتوا شايفين. وهدخلها الفرن معاكم. طلعت زي ما انتوا شايفين، حاجة ريحة وطعم مش قادرة اقول لكم، طعمها حلو جدا. هندوق مع بعض.
نغرف حتة وندوقها مع بعض. لو عندك عزومة ممكن تعمليها، لو عندك اكل بايت من امبارح ممكن تعمليها جنبه. يعني مفيش حد بصراحة ما بيحبش الكوسة بالبشاميل. وشكرا لكم، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة جديدة من وصفات رز بارادايس. هنعمل النهاردة فطيرة جميلة من غير ما تعجني ولا تتعبي نفسك خالص. يلا بينا. المكونات: معايا كوبايتين زبادي، معايا معلقتين قشطة، وش اللبن قشطة كبيرة، معلقتين سمنة، عندي بيكنج باودر معلقة، ودي معلقة سكر. جبت جولة كبيرة حطيت فيها القشطة، حطيت فيها الزبادي وعليها السمنة، حطيت في فوقيهم معلقتين القشطة، حطيت البيكنج باودر والسكر، بقلب كويس. لغاية ما الخليط يختلط. هنجيب الزعيم بتاعنا هو الجلاش. هنعمل فطيرة بالجلاش، هنعمل فطيرة بالجلاش. يلا بينا نشوف الطريقة. جبت ورقتين جلاش، فردتهم زي ما انتوا شايفين في الصينية، وبقصهم كده، وبدهن الخليط بتاعي، بدهنه كويس. هبتدي احط رقتين كمان وادهنهم كويس. بعد ما خلصت المقدار معايا، مقدار الجلاش، بدخلهم على درجة حرارة 180 في الفرن لغاية ما الوش يتحمر تماما. الله على الجمال، شايفين الفطير؟ طرية جدا. طبعا اللي انت ممكن تحشيها اي حاجة زي ما انت عايزة. هنقصها بالمقص، هي كانت سخنة جدا وما كنتش قادرة استحمل، كانت سخنة جدا يا جماعة، بس قطعناها بالمقص كده تقطع. الله على الجمال. ممكن تحشيها اي حاجة انت عاوزاها، عايزة تحشيها جبنة، عايزة تحشيها لحمة مفرومة، عايزة تحشيها خضار، زي ما انت عايزة. طرية طرية قدامك خالص ومورقة اهي، بس انا ما كنتش عارفة امسكها من السخونة. وفي النهاية بحب اشكركم على متابعتكم ليا، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. ودي ده ورق الكولاج اللي احنا قطعناه، ده اللي اتبقى. هنعمل طبعا مش هنرميه، هنعمل بيه احلى ام علي، هنشفه في الفرن ونسقيه لبن. بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رحت السوق ولقيت الملوخية شكلها عجبني كده، زي ما انتم شايفين شكلها اخضر وجميل، فجبت نص كيلو وقلنا نعمله. قطفت الملوخية، ودي طريقة جديدة انا لسه صراحة مستخدماها بصراحة. ما تاخدش اي وقت،
يعني مفيش. كنت الاول بعمله في الكبة، وكنت الاول بخرطه وكان بياخد وقت اطول. الطريقة دي جديدة وجميلة. جبت شوية شوربة وحطيت فيها الملوخية وبقلبها كويس. جبت التوم فرمته، حطيت سمنة، حتة سمنة، ودي كزبرة ناشفة، وهقلب. انا بوطي النار عليها اهو. هبتدي اوطي. احمرت معايا، بقلب لغاية ما تحمر، وبعدين احط الملوخية بتاعتي واقلب كويس. جبت الطاجن بتاعي، احط الملوخية. عايزة اقول لكم يا جماعة ان هي الطريقة بتاعة التخريط بتاعة الملوخية بالطريقة دي سهلة جدا ومتاخدش اي وقت، ما بتبذليش مجهود خالص فيها. وفي النهاية بشكركم، والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع وصفة جديدة من وصفات رز بارادايس. طبعا هنعمل النهاردة الحواوشي كلنا بنروح نشتريه برا. النهاردة هنعمله في البيت بأسهل طريقة. جبت نص كيلو لحمة. طبعا اللحمة ملبسة زي ما انتوا شايفين، يعني فيها نسبة دهن. او ممكن تجيبي اللحمة حمرا وتقومي حاطة عليها حتة ليه، تفرمي عليها حتة ليه. جبت نص كيلو بصل، نصه فرمته ونصه قطعته. جبت ربع كيلو فلفل اخضر قطعته صغير، طبعا حامي وبارد. جبت 4 طماطمات قطعتهم صغير خالص. عندي بابريكا وفلفل اسمر وكركم وسنة قرفة ونص معلقة بيكنج باودر، بيخلي طعمه حلو وبيخلي اللحمة هشة كده. والملح بتاعنا، تظبطي الملح زي ما انت عايزة حادق، عايزة بتحيقيه زي ما انت عايزة. بتقلبيه كويس، تقلبي اللحمة كويس جدا. ممكن تحطي عليها فصين توم، بيبقى طعمه حلو برضو. ممكن تحطي عليها خضرة، في ناس بيحبوها بالخضرة زي ما انت عايزة. بتجيبي عيش بلدي عادي. بتجيبي الزيت، طبق زيت كده. لو انت عندك فرشة بتدهني بالفرشة. انا بصراحة عندي فرشة بس بحب اعمله بايديا، بشبعه بالزيت من ورا ومن قدام، من جوه ومن بره. بجيب اللحمة وبفردها، افردها كويس. بعد ما فردتها كويس جدا، يلا بينا على الفرن. نحطه في الفرن في الصينية على درجة حرارة 180. هيطلع من الفرن. طبعا هو بيطلع ناشف شوية، في ناس مش بتحبه ناشف كده. بقوم حطاه. انا صراحة بعملها بالطريقة دي، بحطه في حلة وبقفل عليه بيطرى لوحده. ودي النتيجة. بصراحة طعمه وريحته مش قادرة اقول لكم، طعمه حلو جدا، مفيش حد مش بيحبه. الاطفال بيحبوه جدا، وينفع وجبة للمدرسة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هقدم لكم وصفة جديدة من وصفات رز بارادايس. بصراحة هي مش وصفة جديدة، هي تجربة.
انا هجرب معاكم ازاي احنا الزيت القديم بنرجعه جديد زي ما كان عندي زيت قليت فيه بس مرة واحدة. جبته وجبت 3 معالق نشا، حطيتهم في كوباية مية ودوبتهم. حطيت النشا على الزيت وهو بارد قبل ما احطه على النار، بقلبه تقلبتين كده زي ما انتوا شايفين. حطيته على النار، ابتدى يغلي ويجمد معايا وياخد كل الشوائب اللي في الزيت. هل هنشوف هو فعلا بينقي الزيت زي ما بيقولوا ولا لأ؟ التجربة دي ممكن نعملها لو الزيت انا قالية بيه مرة واحدة وبقى مش نضيف يعني. بعد ما تخلصنا من النشا، بعد ما جمدت، بصفي بقية الزيت زي ما انتوا شايفين كده. فعلا الزيت نقي جدا. بس احب اقول لكم نصيحة، بلاش نخاطر بصحتنا وصحة اطفالنا. الصحة مهمة جدا، فلازم ان احنا نحافظ على كل حاجة. لو احنا بنشتري اي حاجة من برا، بنخلي بالنا ان الزيت ممكن يكونوا مستخدمينه كذا مرة، وده بيعمل امراض كتير. فاحنا تصوروا لو احنا عملنا التجربة ديت في البيت ونجحت. طبعا احنا بنستخدم الزيت لمرة واحدة. ارجو ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وصفة جديدة من وصفات روز بارادايس. عملنا سمك متنوع، بس النهاردة هقول لكم وصفة السمك المكاريلي. السمك المكاريلي طبعا فيه مفيد جدا، بالذات للبنات وللستات الكبار. بيعوض الهرمون اللي بينقص بعد ما الواحدة الدورة يعني بتتشال من عليها، بتخلص من عليها يعني بعد ما السن الكبير. طبعا انا عملت دقة بصلاية كبيرة مقطعة، طماطمية كبيرة مقطعة، دقيت توم وحطيت عليه ملح وكمون، فلفل حامي. بقلب على بعضه وبحط فنجان، نص فنجان ليمون، عصير ليمون، ومعلقتين خل، وبقلب كده زي ما انتوا شايفين. ادي المكاريل بمنتهى السهولة. بجيبه وبغسله، بقطعه قطعيه زي ما انت عايزة. في ناس بيعملوا مع المكاريل بتنجان بيقطعوه طرنشات، وفي ناس بيقطعوا بطاطس تحت كده بتبقى في الطبقة الاولى. انا عملت طبقة بصل، يعني شرايح بصل وشرايح طماطم شرايح فلفل، بقلبهم طبعا كلهم على بعض. وانا كنت حاطه ملح على الثوم وانا بدقه. ادي الخلطه اللي انا عاملاها، خلطه جميله جدا يا جماعه، جميله وبتغير من طعم الاكل خالص يعني. ببتدي اوزع الخلطه اللي انا عاملاها كده كويس، وبغطي بيها السمك بتاعي. طبعا انا وانا بعصر الليمون ما برميش القشر بتاعه، بالذات في السمك المكاريلي لان هو بيبقى طعمه حلو في الفرن. بحط زيت زي ما انتم شايفين، ما بحطش ميه طبعا. بدخله الفرن زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم الطعم يعني بيتكلم عن نفسه، شكله حلو جدا. وانا عملت عزومه بحاجه بسيطه جدا، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا فلفل اخضر وعندنا توم وعندنا بصل وعندنا توابل وبهارات وملح وفلفل وكزبرة ناشفة. جبت حتة سمنة وحطيت فيها حطيت عليها البصل والثوم والفلفل الاخضر، هحمرهم. هنعمل النهارده بامية. هقلبهم كويس يا دوبك يتشوح، واحط عليهم البهارات، بيخلي طعمها حلو. لما بحط البهارات تتشوح بيخلي طعمها جميل. هقلبها كويس.
ريحتها مش قادرة اقول لكم جميلة جدا. حطيت عصير الطماطم وقلبت، اقلب كويس. هتغلي غلوة. انا كنت مفرزة البامية دي تقريبا نص كيلو. هحطها على الصلصة واقلب كويس. وهغطي عليها. طبعا هي كده دخلت في السوا. هزودها شوية شوربة، مغرفتين شوربة، واقلبها. انا كنت حايشة حبة توم، فصين توم وقرن فلفل، قطعتهم وحطيتهم على طول، بحطهم وبغطيهم على طول وبطفيه. وفي النهاية البامية طعمها جميل جدا وريحتها حلوة قوي. عملت معاها فراخ والمخلل اللي احنا عاملينه مع بعض. وبشكركم على متابعتكم ليا، وما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع وصفة جديدة من وصفات رز بارادايس. الكبدة الاسكندراني مين مش بيحبها؟ كلنا طبعا بنطلبها، ولما بنروح المطعم او بناكل اي اكل من بره، بالذات الاسكندرانيه بيحبوها وبيعشقوها، وبالذات لو معاها مكرونه وبطاطس محمره. تعالوا يلا نعملها بكل سهوله. جبت نص كيلو كبده بلدي، وبصراحه انا اللي قطعتها في البيت، يعني ما خليتش الجزار هو اللي قطعها، انا اللي مقطعاها في البيت. قطعتها، قطعيها التقطيعه اللي انت عاوزاها. هتجيبي توم وملح وكمون وفلفل اخضر حامي وتفرميهم مع بعض، او بتدقيهم في التوم، بتعمليهم في الكبه، بتحطي معلقتين خل، وبتعصري ليمون، وبتقلبي الخليط دوت على بعضه زي ما احنا شايفين. بنجيب الكبده قدامنا وبتحطي عليها التتبيله دي. وعلى فكره ممكن تتبليها وتحطي على الوش زيت وتغطيها وتحطيها في التلاجة، ممكن تقعد يومين في التلاجة عادي، مش هيجرالها اي حاجة. بعد ما تبلتها بسيبها شوية، وبعدين بجيب طاسة على النار، بحط فيها حتة سمنة بلدي، وبحط فيها شوية زيت، بجيب معلقة توم مفرومة وعليها فلفل اخضر. طبعا انا قطعت فلفل فلفل الوان، فلفل حامي زي ما انت عايزة. بقطع عليها بصل، انا اولادي بيحبوا السلطة اللي عليها اللي هي البصل والصوص بتاعها، وبقلبها كويس قوي. اهم حاجة ان هي ما يكونش فيها مية كتير. عايزة اقول لكم الطعم حكاية حكاية حكاية، والشكل زي ما انتم شايفين كده بيتكلم عن نفسه. يا ريت تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحت عند ماما ولقيتها بتقولي انا نفسي في طاجن زي ده. ايه الطاجن دوت يا جماعة؟ ده طاجن لحمة مدسوسة في الرز، يلا بينا نعمله سوا. جبت كوبايتين رز، يعني كوبايتين او 3 كوبايات على حسب احتياجك، غسلتهم كويس
وده كيلو ونص لحمة مقطعاها مكعبات زي ما انتوا شايفين. دي زبدة صفرة، ملقتش عندها سمنة بلدي. دي زبدة صفرة عليها معلقتين كبار قشطة، بحطها طبعا وبدعكها بايديا كويس قوي مع ملح وفلفل. بفضل اقلبها وادعك فيها كويس جدا. طبعا اللحمة انا مش هحطها كده، بشوحها على النار في حتة سمنة، وطبعا بحط عليها نص كوباية مية بحيث ان هي تبتدي تدخل في السوا. هبتدي احطها فوق الرز، طبعا بحط رقة رز وادي رقة اللحمة وبغطيها بالرز زي ما احنا شايفين، واللبن بغليه وبحطه طبعا مبهراه وبحطه على الفرن. ودي النتيجة جميلة جدا وماما تؤمر طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ النهاردة مع وصفة جديدة من وصفات روز بارادايس. يلا معانا. عندي ربع كيلو دقيق سبونج، هنعمل النهاردة تورتة بأسهل طريقة. وعندي 3 بيضات بس، بيكنج باودر وفانيليا وذرة ملح. عندي معلقتين زيت ومعلقتين خل. هنكسر البيض مع بعض. ادي 3 بيضات وادي البيض، حطينا عليه الزيت، حطينا المكونات الجافة عليه، بضربه كويس جدا على نفس الاتجاه ما لا يقل عن 10 دقايق، 10 دقايق بالظبط. شفتوا شكله فتح وبقى جميل، ولازم يعمل اللي هو المنقار ده. بنزله في الصينية. طبعا انا دهنه الصينية وحط لها ورق زبدة. الصينية دي مقاس 26. بدخلها الفرن. الفرن بيكون سخن على درجة حرارة 180، بتقعد نص ساعة. هنعمل كيكة تانية بنفس المكونات، بس الدقيق هيبقى شوكولاتة. ادي 3 بيضات، بيكنج باودر وفانيليا وذرة ملح، وادي زيت وخل. الدقيق ربع كيلو، بضرب كويس 10 دقايق برضو، وهفضيها في نفس الصينية. طبعا انا خلصت الصينية الاولى وطلعتها وعملت الصينية التانية. هعمل صوص الشوكولاتة. ده ربع كيلو شوكولاتة، معلقتين سمنة، شوية زيت صغيرين، وطبعا بحط لهم كوباية لبن. هعمل الكريم شانتيه. ده ربع كيلو كريمة، بحط عليه مية ساقعة باردة جدا وبضربه كويس. دي الكيكة اللي طلعناها، ودي الكيكة التانية، هشة جدا على فكرة. طبعا انا بقسم الكيك بالنص وقشرته من فوق، بس مية بعسل. وببتدي احشيه بالكريمة. طعمها فعلا جميل، بتمنى تجربوها وبشكركم والسلام عليكم. ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده مع وصفه جديده من وصفات روز بارادايس. النهارده هنعمل ايه؟ هنسلق الفراخ بكل بساطه بكل سهوله، لو حتى مش مبيتها في التتبيله. بجيب الفرخه، كان عندي فرختين، جبتهم وغسلتهم كويس بمحلول النقع. هبقى احطه لكم على القناه. بعد ما المية غلت بحط الفراخ وبعمل اي خضار عندك. انا كان عندي بصل وطماطم بقطعهم مكعبات وبدعكهم بملح وفلفل. عندي حبهان، عندي ورق لورا، عندي حتة مرقة. القرنفل بيخلي طعمها حلو جدا، وفصين الثوم حلو قوي 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 مع الفراخ. بدهنها سمنة من فوق او زبدة زي ما انت عايزة، وبالهنا والشفا. وعملت جنبها بامية الويكة. البامية الويكة زي ما احنا عارفين ان هي الصعيدي. جربوا البامية دي وهتشوفوا التعليقات. انتوا بتعملوها زي كده ولا لا؟ جبت نص راس توم وعملت دقتها على الفلفل الاخضر، وجبت كوبايتين شوربة حطيتهم في الحلة كده، وحطيت عليهم كوبايتين عصير طماطم.
بعد ما بحط عصير الطماطم بحط دقة التوم اللي انا كنت عاملاها، وادي البامية. طبعا البامية دي ويكة، وبحط معاها قرن فلفل طويل بس طلعت حامية جدا على فكرة. وادي مكعب مرقة، بحط رشة فلفل اسمر. وطبعا انا كنت محدقة الشوربة فمش محتاجة ملح. بعد ما استوت معايا بهرسها بالهراسة او بالمفرك لو عندك مفرك، وهي بتبقى كده شكلها. يا ترى بتعملوها زي كده ولا لا؟ اللي بيعملها كده يكتب لي في الكومنتات. بعمل لها دقة توم وتقلية بالسمنة البلدي، والله على الريحة. وبكده مع رغيفين عيش سخنين، ويا سلام. تعالي كلي معايا بقى، وبالهنا والشفا. ما تنسليش بلايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم النهاردة في وصفة جديدة من وصفات رز بارادايس. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل المحشي. هنعمل الاول خلطة المحشي بكل سهولة. بنحمر بصلاية، هي مش بصلاية، هي بصلتين كبار بقطعهم. انا بحب اقطعها مش بحب ابشرها. وبتحطي سمنة زيت زي ما انت قلب البصلاية كده كويس لغاية ما لونها يصفر. طبعا المحشي أكلة يعني بنشتاق لها من فترة للتانية، بتبقى أكلة شتوية. بحط عصير الطماطم زي ما انتوا شايفين، بحط مرقة الخضار وفلفل اسود، فلفل اسمر، ودي حبة سكر. لما يبتدي يغلي والزيت او السمنة بيبتدي يفصل معايا، بعرف ان هي بتبتدي تتسبك. انا مش بعملها باللحمة المفرومة. ماما دخلت شافتني كده فحكمت عليا لازم اعملها باللحمة المفرومة، فهي كانت معصجة لحمة، حطت عليها نص كيلو لحمة مفرومة زي ما انتوا شايفين. ده مقدار الرز اللي احنا هنحشيه، طبعا مغسول ومتصفي. ببتدي احط صلصة الطماطم على الرز بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي احط التوابل بتاعتي، كزبرة ناشفة وبابريكا وكركم وكمون. انا بستخدم ملح الهيمالايا، هو مش لونه ابيض، يبقى لونه مش زي اللون الملح الابيض بتاعنا. بحط الخضرة بتاعتي طبعا مقطعاها. انا بحط كرفس، جربي تحطي كرفس مش هتندمي، هتلاقي الطعم غير خالص، حاجة تانية خالص. طبعا قورت زي ما انتوا شايفين وحشيت. عايزة اقول لكم الاكل سهل جدا، وبتبقي مبسوطة وفرحانة وانتي بتعملي اكل حلو وجميل زي ده. ببتدي احشي ورق العنب كده زي ما انتوا شايفين. بعمل خلطة. طبعا الخلطة ديت انا بعملها، ما بعرفش اكل المحشي من غيرها. بحط معلقة صلصة، وعليها معلقة سمنة بلدي، وعليها ملح وفلفل اسمر. طبعا تقيلة كده بزودها بشوية زيت. بجد عايزاكي تجربي الخلطة دي، مش هتندمي ابدا، وبعد كده مش هتعرفي تاكلي المحشي من غيرها. حشينا كده حلة الورق العنب. وفي نهاية الفيديو بحب اشكركم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة مع وصفة جديدة من وصفات رز بارادايس. عندنا سمنة وسكر، سمنة بلدي وسكر او زبدة صفرا. حطينا نص كوباية زبدة صفرا، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، وهنحطهم على النار وهنعمل احلى بسبوسة. تابعوني واعملوا لي لايك، ويلا بينا. جبت فجولة كبيرة، حطيت كيس بسبوسة كده. هنعملها النهاردة بطريقة مختلفة. بعد ما بفضي البسبوسة كده بحط عليها 3/4 كوباية جوز هند مبشور، وبحط عليها نص كيس بيكنج باودر، وبقلبها كويس. ببتدي اخلط المكونات مع بعض كده كويس. بقلب كده مع بعض المكونات الجافة.
طبعا السائل اللي انا عملته حطيته على البوتاجاز وقلبته كويس لغاية ما سخن واختلط ببعضه كويس. بجيبه بقى وهو سخن خالص واحطه على الخليط الجاف اللي انا عملته ده واقلب. المفروض البسبوسة ان انتي بتبسيها، يعني بتقلبي حاجة بسيطة، مش بتخليها تعجنيها، يعني مش بتقلبي كتير. بفضل اقلب كده لغاية ما كلهم يبقى لون واحد. خليط كله بنزلها في الصينية، طبعا انا دهنها زيت او سمنة. بنزلها وابتدي افردها. هبتدي ابل ايدي مية وافردها زي ما انتوا شايفين كده عشان تتفرد معايا. ابتدي افردها معاكم. المرة اللي فاتت انا بقى كنت بعملها بزبادي، المرة دي انا عاملاها بنص كوباية لبن. وبرضو المرة اللي فاتت كنت عاملة الخليط على البارد، كله بارد، لكن المرة دي انا عاملاه كله، عاملة السائل سخن مسخناه. جيت في نفس الحلة اللي عملت فيها اللي سخنت فيها السمنة، بحب اعمل فيها الشربات. بحط كوباية سكر عليها كوباية مية ونص ليمونة، احطهم على النار. وادي طلعت البسبوسة. على فكرة جميلة جدا، جميلة جدا الطريقة دي. بتبتدي تشرب اول ما تعرفي ان هي شربت البسبوسة، يعني هي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تنسونيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل حاجة حلوة سريعة تشجع اطفالنا على المذاكرة وتديهم طاقة. هنعمل ايه النهاردة؟ يلا بينا نشوف. جبت كيلو لبن. طبعا اللبن اللي جبته بارد مش سخن. حطيته في حلة وبحط عليه كوباية نشا، كوباية مج نشا يعني. بحط عليه زي ما انتوا شايفين كده. هنبتدي نقلب كده. طبعا هبتدي اقلب كده. طبعا بقلب بمضرب سيليكون. وبنزل الزيادات اللي في الجناب. خلاص كده النشا كله داب. طبعا كل دوت على البارد. ببتدي اقلب كده، اقلب كويس. اكيد احنا عرفنا احنا هنعمل ايه النهارده. هنعمل مهلبية بجوز الهند. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة وتدي لأولادنا طاقة لما يرجعوا من المدرسة. هتاكلي مهلبية بطريقة سهلة وبسيطة وهتعجبك جدا. ولو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات. لازم تجربي الطريقة دي. بعد ما خلصنا تقليب ببتدي اضيف 3 معالق سكر، مش بكتر السكر. وبقلب، قلبي قلبي قلبي. طبعا زي ما انتوا شايفين النشا اللبن تقيل معايا وده قوام تقيل معايا. بعد ما ضفنا السكر وقلبنا
طبعا الاصفر دوت انا كنت ضايفة فانيليا، ودول معلقتين جوز هند كان باقي عندي من رمضان، بيدي طعم حلو جدا ونكهة جميلة للأكل. ياريت تجربوها، هيعجبكم كتير. الولاد بيحبوا التغيير في كل حاجة. خلاص كده ابتديت ان انا اغرف الاطباق. ريحتها جميلة وكان طعمها حلو جدا. ياريت تجربوها، وبتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. وكانت معكم روز بارادايس، يا رب يكون عجبكم. ما كانش معايا فلوس ان انا اعمل غدا لاولادي النهارده، عملت لهم عدس بالشعريه. يلا بينا نشوف المقادير. جبت حله على النار وحطيت فيها ربع كيلو عدس. طبعا كنت غسله كويس. بحط طماطمتين بقطعهم زي ما احنا شايفين، وفلفل حامي او بارد زي ما انتوا عايزين. طبعا ممكن تحطي اي خضار عندك بتستفيدي بيه، لانه بيتخلط في الخلاط او الهاند بلندر. بتحطي جزر طبعا بيديله قيمة غذائية اعلى، وبتحطي البصل بتاعك على حسب ما انتي عايزة. في ناس بتحب تكتر البصل، انا حطيت بصلاية كبيرة. 3 فصوص توم. بتحطي المية بتغطيه. ودي مرقة الخضار طبعا حطيناها. هنقفل عليه، هيستوي طبعا براحته. جبت الهاند بلندر بعد ما استوى، ممكن تعمليه في الخلاط كده. طحنته، بحمر له نص كوباية شعرية وبحطه عليها، وطبعا بزوده كوباية مية علشان الشعرية هتستوي وتحتاج مية. وبحمر بصلاية كبيرة، وبحمر بصلاية كبيرة. جينا للتوابل، حطيت ملح وفلفل اسمر وبابريكا وكركم، بيخليه طعمه حلو قوي. بقلب كويس، بقلب كويس زي ما احنا شايفين كده. استوى معايا، وهنبتدي نغرفه مع بعض. في ناس بيحطوا نص كوباية لبن علشان يضيع الحمو بتاع العدس. وبقدم معاه بصل. وادي شوربة العدس، ده عدس بشعرية وشوربة العدس. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. وكده احنا بنتصرف حتى لو مفيش معانا بنتصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم النهارده في وصفه جديده من وصفات روز بارادايس. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل المحشي. هنعمل الاول خلطه المحشي بكل سهوله. بنحمر بصلايه، هي مش بصلايه، هي بصلتين كبار بقطعهم. انا بحب اقطعها مش بحب ابشرها. وبتحطي سمنه زيت زي ما انت قلب البصلايه كده كويس لغايه ما لونها يصفر. طبعا المحشي اكله يعني بنشتاق لها من فتره للتانيه، بتبقى اكله شتويه. بحط عصير الطماطم زي ما انتوا شايفين، بحط مرقة الخضار وفلفل اسود، فلفل اسمر. ودي حبة سكر. لما يبتدي يغلي والزيت او السمنة بيبتدي يفصل معايا، بعرف ان هي بتبتدي تتسبك. انا مش بعملها باللحمة المفرومة. ماما دخلت شافتني كده حكمت عليا لازم اعملها باللحمة المفرومة. فهي كانت معصجة لحمة، حطت عليها نص كيلو لحمة مفرومة زي ما انتوا شايفين. ده مقدار الرز اللي احنا هنحشيه، طبعا مغسول ومتصفي. ببتدي احط صلصة الطماطم على الرز بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. وهبتدي احط التوابل بتاعتي، كزبرة ناشفة وبابريكا وكركم وكمون. انا بستخدم ملح الهيمالايا، هو مش لونه ابيض، يبقى لونه مش زي اللون الملح الابيض بتاعنا. بحط الخضرة بتاعتي طبعا مقطعاها. انا بحط كرفس، جربي تحطي كرفس مش هتندمي، هتلاقي الطعم غير خالص، حاجة تانية خالص. طبعا قورت زي ما انتوا شايفين وحشيت. عايزة اقول لكم الاكل سهل جدا، وبتبقي مبسوطة وفرحانة وانتي بتعملي اكل حلو وجميل زي ده. ببتدي احشي ورق العنب كده.
زي ما انتوا شايفين. بعمل خلطة. طبعا الخلطة ديت انا بعملها، ما بعرفش اكل المحشي من غيرها. بحط معلقة صلصة، وعليها معلقة سمنة بلدي، وعليها ملح وفلفل اسمر. طبعا تقيلة كده، بزودها بشوية زيت. بجد عايزاكي تجربي الخلطة دي، مش هتندمي ابدا، وبعد كده مش هتعرفي تاكلي المحشي من غيرها. حشينا كده حلة الورق العنب. وفي نهاية الفيديو بحب أشكركم، وأتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل. مساء الخير. النهاردة هنفتح مع بعض على برطمان الزيتون والليمون والفلفل. الزيتون التفاحي طبعا كنا مخللينه مع بعض. لونه جميل جدا، عايزة اقول لكم جميل قوي قوي قوي، وطعمه حلو ومتهرش كمان. هنعمل النهاردة الحواوشي الاسكندراني بكل سهولة وبكل بساطة، وطعمه شهي جدا. جبت كيلو دقيق، ودي خميرة وملح وسكر. هجيب الدقيق وهحط عليه المواد الجافة. حطيت المواد الجافة كده على بعضها. بحط سنة بيكنج باودر وبقلب كده كويس. ببتدي احط نص كوباية زيت ونص كوباية خل، واقلب كده كويس برضو. بحط مية. طبعا المية بتبقى دافية فترة يعني. وببتدي بعجن كده زي ما انتوا شايفين، وبزود المية. ببتدي احط مية لغاية ما العجينة تلف معايا. بفضل اعجنها كويس كده، واسيبها تخمر. اهي اتعجنت كده معايا، اسيبها تخمر. ملمس العجينة جميل جدا. قسمتها زي ما انتوا شايفين. بعمل الخلطة بتاعتي. جبت بصل، نص كيلو بصل، عليه نص كيلو فلفل، طبعا ببشرهم او بقطعهم صغير. بعد كده بحط عليهم نص كيلو طماطم، طبعا ببشرها، ما يكونش فيها مية، تكون جامدة يعني. وبحط عليها نص كيلو لحمة، وفرمهم كويس مع بعض، او ادعكهم كويس مع بعض. عندي بابريكا وفلفل اسمر وقرفة، ودي كركم وبهارات لحمة. وبحط كربوناتو، او بحط بيكنج باودر زي ما انتوا شايفين. خلطة جميلة قوي. بجيب العجينة بفردها على ايديا كده، وبحط فيها حتة اللحمة، وبقفل العجينة. ابتدي اقفل العجينة بايديا كده زي ما انتوا شايفين، وبس. سهل جدا ومفيهاش اي حاجة. وبعدين هبتدي ابططه على ايديا، ونعمل كمان واحد. سهل اوي. وهبتدي اسويه في الفرن. عندي منجاية، هبتدي اقشرها كده، ابتدي اقطعها معاكم. ببتدي اقطعها كده، بس. وبحطها في كوبايات تقدميها للضيوف كده، جميلة قوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. كنت بعمل العشاء لولادي، وكانوا عايزين مني حاجة جديدة، قلت اصور معاكم. جبت بصلاية متوسطة، وشوحتها كده على النار بشوية زيت او سمنة. ودي مكرونة اي نوع انتوا تحبوه، بسلقها كده
جبت ربع كيلو لحمة وحطيتها فوق البصلاية زي ما تكوني هتعصجي لحمة بالظبط. اللحمة اتعصجت معايا من غير ما احط عليها لا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة. بعد كده بحط عليها الصلصة بتاعت المكرونة، بحط صلصة طماطم عادية وبقلبها كويس. بحط معلقة فلفل اسمر، معلقة بابريكا، بحط سنة قرفة، بحط مكعب مرقة خضار، بقلبها كويس. خلصت الصلصة بحط الملح بتاعها وبظبطه، بقلب على المكرونة وبقدم كده في طبق التقديم. عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها مختلف جدا، وياريت تجربوها، طعمها حلو هيعجبكم جدا، هيعجبكم قوي. على فكرة المكرونة مش باينة ان هي حمرا في الكاميرا، بس هي حمرا جدا. واللحمة المفرومة مديالها طعم حلو، دقناها طعمها حلو جدا. شكرا ليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهاردة وصفة جديدة من وصفات روز بارادايس. عندي عيش بايت، عيش فينو بايت. طبعا العيش الفينو دوت مش كله بيتاكل، اكيد بيبات منه حبة. عندي حبة هحمصهم، حمصتهم في الفرن، وهنعمل النهاردة احلى فيجيتار، احلى من بره. بعد ما حمصتهم بكسرهم واطحنهم في الكبة ناعم جدا زي ما انتوا شايفين. عندي توابل، عندي بابريكا معلقة كبيرة، ملح، كركم، شطة حسب الرغبة، كاري معلقتين كاري، وفلفل اسمر، ودي كزبرة ناشفة. والجديد معانا بقى حبة البركة، هتغير معاكي الطعم تماما، وجربيها وادعيلي. خلطنا البهارات على بعض. جيت البقسماط، هنحط البهارات، هنقلبها كويس. هنخلط البهارات كويس على البقسماط ونقلب كويس جدا. هنقلب لغاية ما الخليط اللي معايا كله يختلط ببعضه. بعد ما قلبته كويس عندي نشا، معلقتين كبار جدا نشا، يعني حوالي ربع كوباية. ده مهم جدا، بتدي قرمشة جميلة جدا في الأكل. بقلب كويس وبخلطه مرة تانية في الكبة. كده بقى ناعم عندي وجاهز للاستخدام. هعمل ايه الخطوة اللي بعدها؟ هدخله الفرن يتحمص تحميصة، دي مهمة جدا عشان الحفظ، دي تعتبر مادة حافظة. بعد ما حمصته، وفي النهاية بشكركم. وبتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبحبك لأنك بتخلي البانيه بتاعي مقرمش ويجنن.